السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وافكار من مطبخي. فكره النهارده ستاره تحت الحوض. طبعا الحوض بالنسبه لبعض البنوتات بيعتبر غرفه صغيره للتخزين، علشان المطبخ ممكن يكون ضيق عندها، فبتحاول تحط حاجات كتيره تحت الحوض. وطبعا لو الحوض ده ملهوش دولاب او ليه حاجه بتبقى مغلقه، بيبقى منظره مش لطيف، علشان بتبقى اكيد حاطه منظمات وصناديق كتيره جدا، شكلها ما بيبقاش حلو خالص. فالنهارده هحللك المشكله دي ان شاء الله بالفكره اللي انا عاملاها في مطبخي. وانتظريني في فيديو تاني. زي ما اتفقنا ان السلسله دي عباره عن الافكار فقط، مش هنعمل حاجه فيها عملي، مجرد بديك الفكره وانتي وبقولك انا نفذتها ازاي وانتي بتعمليها. ولو حابه تستني الحاجات الجديده اللي انا هعملها بطريقه تانية وشكل تاني، فممكن تستني، لاني هينزل برضو نفس الفيديوهات دي بس بافكار جديده. تمام، بس بتبقى حاجه طبعا اكيد اجدد، فانتي بتبتكري كل ما بتعملي حاجه في مطبخك. واعرفي دايما ان ابسط الاشياء بتغير في شكل مطبخك مهما كان. وما تنسوش ان مطبخي ده مطبخي في الغرب. فيلا بينا نبتدي. قماشة الستارة اللي انا عاملاها هي مفارش بلاستيكية. طبعا انا معرفتش افكها. هي فكها سهل، لكن عشان من ناحية ربطاها والناحية التانية لأ، فيعني ناحية جامدة قوي والناحية التانية سايبة، فانا قلت لأ خلاص خليها زي ما هي، وانا هنفذ لكم الفكرة على مفرش تاني. طب ليه مفرش؟ ليه مش قماش؟ علشان مفارش السفرة البلاستيكية دي بتستحمل اكتر، ما بتتوسخش بسرعة. لو وقع مية من ما انتي واقفة على الحوض او حاجة، بفوطة هتنشي فيها، عكس القماش واحنا كمان داخلين على الشتاء، فهتبقى القماشه مبلوله، او الستاره اللي انت هتحطيها قماش هتبقى مبلوله لو اتبلت. ويا سلام لو عندك اطفال كل شويه بقى يجوا يشدوها لك وكمان يبهدلوها، فصراحه متعبه في غسلها، ومتعبه ان انت كل شويه هتركبي وتفكي. لكن دي هنعملها بطريقه سهله جدا جدا، وكمان تنظيفها سهل، ممكن تقعد شهور وانتي حطاها وبتنضفيها كل يوم. بايه؟ بفوطه، ببريل او بالخلطه اللي انت بتنضفي بيها باي مشمع او اي مفرش، وبفوطه تانية هتجففيها وهي محطوطه مكانها، يعني ولا هتشيلي ولا هتحطي. وكمان رخيصه، مش غاليه عكس القماش ممكن تلاقيه غالي، لكن المفارش البلاستيكيه بتلاقيها رخيصه جدا. يعني ممكن كل شهرين تغيري ستاره تحت الحوض. طب الطريقه: محتاجين مفرش، اكيد عندك مفارش بلاستيكيه، شوفي اي مفرش. هتقيسي طول الحوض ازاي. تحت الحوض هتلاقي ماسوره رافعه الحوض من تحت، اللي هي الاحواض الاستانلس. تمام، ماسوره من الاول وماسوره من الاخر، فانت هتقيسي الستاره من اول الماسوره لاخر الماسوره التانية، وهوريها لكم دلوقتي. ومحتاجين حبل قطني او شريط زي ده، يعني شريط يستحمل اللي انت تلفيه وما يتفكش منك بسهوله. ودباسه، اكيد كلنا عندنا دباسات عشان اطفالنا. طب لو ما عنديش، مفيش مشكله، جيبي دباسه. عايزه تعمليها بمسدس الشمع زي فكره ستاره المطبخ، مفيش مشكله برضه. طب كل اللي انا هعمله: هقيس الستاره، وبعد ما بقيسها بحطها بالشكل ده. تمام، نشوف بس هي باينه ولا لا. تمام. وبعد كده ببتدي ان انا اتني الجزء كويس. بعد كده حبايبي طبعا بسيب براعي المسافه من قدام ومن ورا، يعني الجزئين، عشان لما تيجي مثلا تربطي تمام بتسيبي مسافه. وبعد كده هجيب الدباسه. ايوه الدباسه، مش عايزه الدباسه خلاص مسدس شمع، بس الدباسه سهله جدا وبسيطه كمان في الفك. لما تيجي تفكيها الدبابيس بسيطه جدا، وكمان هتغيريها كل شويه زي ما قلت. فكل اللي هتعمليه: ادي الشريط بتاعي او الحبل، هبتدي ان انا احط الدباسه، بس مش هدبس الحبل نفسه كده. تمام، انا دي هفكها، يعني انا ده مفرش السفرة، بس انا حبيت عشان اوريها لكم. انا كده دبستها. تمام، شايفين في بسيب كده، دي نفس الحركه اللي انا قلتلك تسيبيها في الملايه للستاره بتاعه المطبخ عشان تتكشكش معاكي. تمام كده، باينه. ايوه تمام. همسك بقى ده اللي انا اتنيته من جوه، هيبقى منظرها كده حبايبي. شايفين؟ هنروح بقى نشوفها مع بعض في هيبقى منظرها كده.
طبعا عايزه تكشكشي بتجيبي طبعا مفارش خفيفه او بتجيبيها كبيره علشان تكشكشيها، برضو هتبقى ليكي الكسرات بتاعتها او الكشكشه اللي انت عايزاها. فيا رب تكون الفكره عجبتكم. يلا بينا نشوفها بقى تحت الحوض منظرها ازاي. حبايب قلبي دي الستاره تمام اللي تحت الحوض، ده منظرها. انا كنت جايباهم كذا متر في الاجازه اللي فاتت من مصر، ممكن تلاقي عندك نفس المفرش مفيش مشكله خالص، لاني لاحظت ان في بنوتات كتيره قوي عندهم نفس النقشه، فانا كنت جايباه علشان دواليب المطبخ. فده الجزء اللي فضل يعني منه، فحطيته تحت الحوض. هو مش قافل معايا الحوض كله، لكن يعني مفيش مشكله خالص لان انا مش حاطه حاجات تحت الحوض. وكمان ممكن انت لو عملتي نفس الطريقه زي ما قلت لك بقى، تقيسي مقاس الحوض كله بالمواسير اللي تحت، هنشوفها دلوقتي مع بعض، وتقسمي الستاره من النص لو انت حاطه حاجه. انا مفيش غير ماسوره الحوض نفسها، لكن من هنا حاطه بحتاج الاول حاطه زي منظم بلاستيكي كده تمام، ومن الناحيه التانية حاطه الباسكت. بس كده مفيش حاجه تانية حطاها تحت الحوض. يعني بحط الحاجه اللي هي تحت ايديا، وده طولها تمام. بس كده. فطب عملتيها ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. هي كمان اتقطعت من هنا فلبستها زي ما انتوا شايفين، بقالها 11 شهر يعني كتر خيرها. هنا حبايبي شايفين الماسوره، طبعا ده تحت الحوض دي الماسوره اللي انا قصدي عليها. فانا لفه عليها شريط الستان زي ما انتوا شايفين كده. كل اللي انت بتعمليه بترفعي حاجه بسيطه الحوض وبتدخلي شريط الستان، هيدخل معاكي وتقعدي تلفي شريط الستان تمام. هيبقى ماسك معاكي جدا جدا، يعني ما تقلقيش ان هو يفك، لا هيبقى ماسك معاكي بشكل جامد جدا. وبكده ولا احتاجنا مسامير ولا احتاجنا علقات ولا اي حاجه خالص من ناحيتين، وبتفضلي تلفي الحبل عليه والحوض بينزل على الماسوره بيثبت لك الحبل، وانت كمان ممكن تعمليه عقده او اتنين، فبالتالي بيبقى عندك الستاره بتاعتك تحت الحوض. وكمان زي ما انتوا شايفين هنا اهي، انا عايزه اوريكم بس اهي، شايفين للحوض لازقه للحوض تمام، وده شكلها من قريب ومن بعيد. فبس كده حبايبي، يا رب تكون الفكره عجبتكم وتنفذوها وسهله، وانتظروني بقى في الستاره التانية اللي تحت الحوض الجديده بشكل جديد وفكره جديده، واشوفكم ان شاء الله على خير. ما تنسوش بقى ايه تعليقاتكم الجميله ولايكاتكم الاجمل، وكمان الشير لكل اصدقائكم عشان هم كمان ينفذوا نفس الفكره. واشوفكم ان شاء الله على خير وافكار من مطبخي. مع السلامه.